معقوله مهاجم يعني بيلعب في نادي كبير زي نادي الزمالك مفيش انتاج خالص. ادي العرضيه وادي فيها ركله جزاء، ادي البنالتي يا جماعه. ايه البنالتي؟ ومش ممكن، الكوره فيها كل حاجه، فيها كل حاجه عزيزي المشاهد. قمه الاثاره، ركله جزاء، ركله جزاء لنادي الزمالك. نادي الزمالك المدرسه قلنا، والنادي الكبير، والنادي اللي بيلعب على بطوله ومركزين، وقلنا للدنيا تهدى كله يهدى. احمد عيد خلاص بيرفع ايده، انا هلعب، وخلاص خد القرار انه هيلعب. وادي الاعاده هنا باسم مرسي يعني نجح في ان هو ياخد ركله جزاء، نجح في انه ياخد ركله جزاء. احسبوها بقى، وزي ما انتم شايفين كده، وزي ما تتابعوا، عاوزين نتابع الفقره التحكيميه. عموما ركله جزاء احمد عيد عبد الملك. هل يرجع بالقافله البيضاء ويرجع بالاماني والامال؟ ولسه الاماني ممكنه، والزملكاوي هينتظر هنا كوره عبد الملك. احمد عيد ومساكها وخلاص، ده في المرمى، مش ممكن على الكوره، مش ممكن عليك يا علي، يا علي، يا علي، يا لطفي، يا نجم، يا نجم يا كبير، يا نجم يا كبير. مش ممكن. ايه النحس وايه الحظ، لكن ايه التألق وايه التعمق وايه الحارس الجميل علي لطفي. يا سلام على الكوره، الله الله عليك يا علي يا لطفي. لما يبقى عندك حارس بتركيز الحارس علي لطفي، مش ممكن احمد عيد يسدد في المرمى. خلاص يا جماعه، مش يومك يا ابيض، مش يومك يا زملكاوي.